الناس يمتازون أن أكثر ما يتحرك فيهم ألسنتهم، يجيدون فن التحطيم. كلمات التحطيم وكلمات الإهانة للآخرين أكثر من أن تحصى وتقتل الناس. المثبطون في المجتمعات كثر. وأخي الحبيب ذكر لكم قبل قليل قصة مرت بي في طفولتي وذكرتها في أكثر من لقاء. أنا كنت في الصف الرابع الابتدائي، وطلب مني المعلم أن أحفظ سطرا واحدا فقط من أجل أن أقوله في الطابور الصباحي. والله إني أذكر تلك الليلة كانت من أشق الليالي على نفسي عشان أحفظ سطر واحد. الآن مع أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقدمها الزميل فلان الفلاني. استيقظت الصباح، ذهبت إلى المدرسة ترتعد فرائصي. ما كنت أظن أن مهمة في الدنيا أصعب من مهمة ذلك اليوم. فلما تقدمت للطابور ونظرت في أعين الطلاب والوجوه شاخصة، أخذتني رعدة الله أعلم بها، وأمسكت بالميكروفون فتلخبط السطر تلخبط الله أعلم به. فقلت الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أقوال الزميل فلان الفلاني. ثم خذ من هذا التحطيم. أولها المعلم اللي قال عيب عليك، سطر واحد ما أنت قادر تحفظ، يلا فصلك، يلا. أول تحطيم. بل طلاب سادس ابتدائي فتوات المدرسة، واحد منهم في الفسحة اللي مقابلني يقول أحلى الرسول معنا في الطابور الصبح. إيش هذا التحطيم؟ مجتمع يجيد التحطيم، ومع ذلك لا تعتقد أن التحطيم سيمنعك. إنني أقول للجميع ينبغي أن يكون التحطيم يدفع وليس يمنع. معاوية رضي الله عنه في الحديث الشهير عن وائل بن حجر قال لما جاء وائل بن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقطعه أرضا في شمال المدينة، فطلب من معاوية ابن أبي سفيان أن يوصله إليها. قال فخرج معاوية مع وائل بن حجر. وائل قيل من أقيال اليمن، ملك يعني خدم وحشم، وكانت القائلة الشمس درجة الحرارة مولعة، ومعاوية صعلوك فقير كان لا يلبس الحذاء أجلكم الله. قال معاوية فقلت لوائل بن حجر أيها الأمير أردفني معك على الناقة. قال فنظر إلي وائل بن حجر قال أنت لا تصلح أن تكون رديف الملوك، أنت وين والملوك وين؟ قال فقلت له إذن أنعلني نعليك. قال ولا هذا، يكفي أمثالك أن تسير في ظل الناقة. ويخب عليك بعد، يخب عندنا يعني زايد، ما أدري وش هي عندكم، يكفي مثلك أن تسير في ظل الناقة. قال معاوية رضي الله عنه فسرت في ظل الناقة، ومرت الدنيا وتغيرت الأحوال. قال وائل رضي الله عنه بن حجر فدخلت الشام، وكان معاوية إذ ذاك خليفة المسلمين، يضرب جيران ملكه من أقاصي الصين إلى أطراف وجدة في المغرب. قال فاستأذنت عليه فأذن لي، وكان معاوية على سرير الملك، فنزل من سرير الملك وجلس على الأرض، ثم قال لي يا وائل اجلس على سرير الملك، فأجلسني، ثم التفت إلي وقال يا وائل أتذكر يوم قلت لك أردفني معك على الناقة فقلت أنت لا تصلح أن تكون رديف الملوك؟ قال أذكر يا أمير المؤمنين، والله لقد تمنيت أن الأرض تنشق وتبلعني. الدنيا لا تعترف بالخاملين أبدا، ولا توقف أصحاب العزم عند المثبطين.